بمزاجك غصب عنك لازم تثقف نفسك. النهاردة مفيش أسهل من الحصول على المعلومة. اطلبوا العلم ولو في الصين. وإياك تسيب نفسك للأمثال الشعبية القديمة التعبانة بتاعتنا دي، اللي بتقول بعد ما شاب ودوا الكتاب. أنا أعرف أسرة ألمانية سافروا سياحة لليابان، وكنت بشوف دايما الاشتاتس بتاعهم اللي هو الحالة بتاعت الواتس بتاعتهم، وجم زيارة لمصر وقابلتهم في مطعم وقعدنا واتكلمنا معاهم. رحلتهم لليابان انا عايز اقول لك ان الزوجة كانت مبهورة جدا من المعلومات اللي عندي عن اليابان، وقعدنا نتكلم 3 ساعات عن اليابان مع بعض. وسألتني يا محمود، هو انت سافرت قبل كده اليابان؟ قلت لها اكيد لا، يعني احنا اخرنا كمصريين نسافر بورسعيد بس. قالت لي امال انت عرفت ازاي كل ده؟ قلت لها انا سافرتها بس بالقرايه. الكلام ليك يا غاليش، لو ما اتعلمتش شيء عن كل شيء الحياة هتفرمك تحت رجليها. لازم تثقف نفسك كل يوم في كل شيء. اوعى تسيب نفسك فاضي. انا شخصيا يوميا بقرا في مجالات كتير قوي، من ضمنها المجال الطبي والامراض والادوية والفيتامينات والعلاج بالاعشاب وكل شيء تقريبا. اوعى تسيب مخك لحد ما يعفن. اوعى تسيب نفسك لحد ما تبقى تهل. الموبايل في ايديك، ابدأ اتعلم منه دلوقتي. كل لما تتعلم كل لما مخك يفهم ويشوف الحياة اكتر. سلام. ما تنساش بقى لايك واشتراك وتسيب حاجة حلوة في التعليقات ترفع بها الفيديو.